السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نحضر مع بعض الفطار، ولو فطار النهاردة عجبكم ان شاء الله متنسونيش بدعوة حلوة ولايك حلو من ايديكم. اول حاجة بنسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وكان عندي شوية كركديه كده كنت نقعاهم، وقلت بقى ايه اصفيهم واجهزهم كده عشان يبقوا ايه جاهزين على الفطار، يلحقوا يسقعوا شوية. عملت كده نص دورق، ما كترتش يعني، وحطيت فيه كمية من السكر. وبعد ما خلصته حطيته في التلاجة. هنبتدي بقى نسمي بسم الله ونعمل بقى الأكلة بتاعتنا النهاردة. عندنا هنا بقى ايه حلة فيها شوية مية بيغلوا كده، حطيت فيهم بصلة وقطعت كام فص من التوم. ونبتدي نضيف التوابل بتاعتنا: فلفل اسود، شوية حبهان، ورق لوري. وطبعا احنا قطعنا البصل. ونبتدي بقى ننزل عندنا بلحمة راس مغسولة ومتنضفة وزي الفل. هنبتدي بقى نديها غلوة في المية دي، يعني تاخد بتاع 5 دقايق كده، نسيبها تغلي. وبعد ما تغلي هنلاقيها بقى ايه طلعت ريم على الوش زي ما انتوا شايفين كده. فانا هاخدها اغسلها من البداية واحطها بقى ايه في شوية مية نضاف كده، عشان تبقى ايه ريحتها وطعمها يبقوا حلوين. غسلت بقى لحمة الراس بتاعتنا كده، وحطيت حلة فيها مية سبتها تغلي. وبعد كده نزلت بلحمة الراس بتاعتي، وابتديت برضو اضيف نفس التوابل اللي ضفتها في الاول. هبتدي بقى ايه اقطع بصلة كده مع كام فص توم، مع كام واحدة حبهان، ورق لوري، فلفل اسود، واسيبها بقى ايه تستوي السوى العادي بتاعها. بعد ما بتستوي او هي اثناء ما بتستوي هعمل جنبها شوية رز أبيض. حطيت معلقتين من السمنة كده، سبتهم يقدحوا قوي، وبعد كده نزلت بالرز بتاعي وابتديت بقى ايه اديله تشويحة كده لغاية ما يفلفل. وحطيت له بقى ايه شوية الملح. مبعرفش احط عيار الملح اللي لازم ايه احطه بايدي عشان اعرف انا هحط قد ايه. وابتديت بقى اقلبه لغايه ما ايه يبتدي يفلفل معايا كده، ابتدي بقى اضيف له ميه سخنه واسيبه بقى ايه يستوي على الهادي كده. اول ما يغلي اوطي عليه واسيبه بقى ايه يستوي كده. خلصنا الرز الابيض بتاع الايه لحم اللي هيتاكل جنب لحمه الراس. بعد كده عندنا بقى حله حطينا فيها معلقه من السمنه البلدي، وضفنا لها كام فص من الثوم. نبتدي بقى نهرسهم بالشكل ده، او لو عندك الهون، او اللي هي اللهم صل على النبي في الكبة، زي ما انت عايزة. المهم ايه نحط لهم بقى بتاع 5 6 7 فصوص من التوم، لان لحمة الراس بتحب الايه التوم. ونبتدي نحمره تحميرة كده، ونبتدي نضيف له بقى ايه شوية من التوابل كده. ربع معلقة من بهارات اللحمة، على نص معلقة من الفلفل الاسود، على شوية ملح. وما نكترش عشان احنا حاطين عليها من البداية توابل. ونبتدي نشوحهم كده مع بعض لغايه ما الريحه العطريه بتاعتهم تطلع. وبعد كده بضيف لهم ايه 3 معالق من الخل. ونبتدي نضيف بقى عندنا صلصه مطلعينها من الفريزر، ونبتدي نحطها عليها. نسيبهم بقى يغلوا مع بعض. ونبتدي بقى ناخد لحمة الراس ونضيفها على الايه على الصلصة بتاعتنا. لو وصلت معايا لغاية هنا تنسيش تصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا اللحمة بقى كانت ريحتها في منتهى الجمال طبعا، والشوربة بتاعتها رايقة جدا زي ما انتوا شايفينها كده. حاجة ايه جميلة للي بيحبوا لحمة الراس. نبتدي نضيف شربتها كده، طبعا انا ما كنتش مكتره لها شوربة. ونبتدي بقى ايه نسيبها تغلي غلوتين، وبعد كده بقى نشوف هنعمل فيها ايه. ابتدينا بقى بعد ما لحمة الراس غليت معانا كام غلوة، هنبتدي نجيب طواجن ونحطها في الفرن. تدينا بقى ايه طعم وريحة كده، يبقوا حلوين. واحنا واقفين بقى هنستغفر ربنا على طول بقى كده، لان ايه هما دول الساعتين اللي بابا قبل الفطار لازم نقف نقعد نقول فيهم حاجة، طالما مش عارفين بقى ايه الساعتين اللي بابا قبل الفطار. مش يعني متهيألي اي ست بيت مش عارفة تمسك المصحف في الساعة دي بيبقى يا دوبك على تحضير الايه الاكل او الفطار. ابتديت بقى ايه احط لحمة الراس في الطواجن بالشكل ده. وكنت مولعة الفرن على درجة حرارة 200، لان انا عندي لحمة الراس بتعتبر مستوية. انا عايزاها تتسبك بس شوية وايه وتطلع من الفرن. فرق بقى الصلصة كده عشان يبقى ايه مظبوطين. خلصناهم كده وندخلهم الفرن. وكان عندنا بقى ايه شوية من البانيه، عشان انا عندي ولادي مش بيحبوا الايه لحمة الراس. فاحنا كده بنعتبر عاملين اكلتين. فطلعت لهم بقى ايه كام قطعة بانيه من الفريزر كده، وابتديت اتبلهم بشوية بقسماط. انا طبعا كنت متبلة البانيه معاكم في فيديو التفريزات، فبيبقى سهل جدا.
زي ما انتم شايفين بطلع من الفريزر لو انا عايزه اكله ولا حاجه، يعني انا طلعت منه كام قطعه وسبت الباقي ايه لو احتجتهم في اكله تانية ان شاء الله. ابتدي اتبله كده وبعد كده ايه هنحمره. عقبال ما تبلت عندي البانيه كان ايه اللهم صل على النبي، طواجن لحمه الراس خرجت من الفرن بالشكل ده، لسه بتكتك زي ما انتم شايفين. ورحت بقى ايه كان الاذان قرب، فقلت بقى ايه يا دوبك احمر ايه كام قطعه البانيه. عملت بقى جنبهم شويه سلطه، وطبعا والرز الابيض اهو. لحمه الراس تحب الرز الابيض بتبقى حلوه معاه جدا. وكان عندي بقى للولاد في رز بسمتي بايت من امبارح، وعندي كام قطعة مكرونة، قلت بقى ايه نسخنهم ونخلص بقى ايه البواقي اللي في التلاجة عشان ما يبقاش عندنا حاجة، عشان ما نرميش حاجة. ادي كام قطعة المكرونة سخنتهم وحرمشتهم شوية عشان احنا بنحبها لما تكون متسخنة تاني تبقى تحرمش بقى شوية. وشوية رز بسمتي وخلصت الأكلة بتاعتنا. فطار أسهل من كده مفيش زي ما انتوا شايفين كده. رز أبيض، شوية طواجن لحمة راس، هنا الرز البسمتي، كام قطعة البانيه، كام قطعة مكرونة، شوية سلطة. أكلة سهلة جدا وبسيطة وخفيفة ومفيش أسهل من كده متهيألي. ايه رأيكم بقى في الفطار بتاع النهاردة؟ يا ريت تقولوا لي بقى انتوا كمان فطرتوا ايه، عشان ايه احنا بنبقى في حيرة كل يوم هنفطر ايه، عشان ناخد من بعض بقى ايه مين فطر النهاردة ايه ومين هيفطر بكرة ايه. كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم. وان عجبكم الفيديو متنسونيش بدعوة حلوة ولايك حلو من ايديكم. مع الف سلامة حبايب قلبي.